حقق المنتخب اليمني فوزا رائعا أمام منتخب سريلانكا بنتيجة 3-0 ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 في المرحلة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم. قبل أن نبدأ اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. 2026 وكأس آسيا 2027 افتتح منتخب اليمن إهداف المباراة في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب أحمد ماهر بعد مجهود فردي رائع، حيث توغل وراوغ بمهارة عالية ثم وضع الكرة بكل هدوء بوجه القدم اليسرى. وخلال الشوط الثاني أضاف ناصر محمدوه الغواشي بتصويبة صاروخية من خارج المنطقة عند الدقيقة 67. وقبل نهاية المباراة بلحظات اختتم المطري ثلاثية النسور بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة. ولعب منتخب اليمن مواجهة اليوم أمام نظيره السريلانكي في ملعب ضمك في مدينة أبها السعودية في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المزدوجة. بهذا الانتصار وضع المنتخب اليمني قدما في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات مونديال 2026 قبل أن يخوض لقاء العودة المقرر يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر الجاري في سريلانكا. سيلعب المنتخب اليمني مع منتخب سريلانكا ضمن مباريات إياب المرحلة الأولى من كأس العالم المباراة يوم الثلاثاء القادم تاريخ 17/10/2023. تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت اليمن، 4 عصرا بتوقيت سريلانكا. وسوف يتم بث المباراة عبر قناة السعيدة وعبر قنوات الكأس. وفي ختام الفيديو أعزائي المشاهدين، لا تنسوا مشاركة توقعاتكم لنتيجة المباراة في التعليق، ولا تنسوا دعم الفيديو بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة.